ملخص البطولة الإفريقية بالمغرب. حين تتحول كرة القدم إلى تاريخ، شكلت البطولة الإفريقية التي احتضنتها المملكة المغربية حدثا رياضيا استثنائيا تجاوز حدود المنافسة الكروية ليصبح تظاهرة قارية متكاملة جسدت التقاء رياضة بالتنظيم المحكم والبعد الثقافي والحضاري. فالمغرب بتاريخه الرياضي العريق وبنيته التحتية الحديثة فتح أبوابه للقارة الإفريقية، فكانت الملاعب مسارحة للإثارة والجماهير روحا نابضة بالحماس والانتماء. منذ صافرة البداية بدت هذه النسخة مختلفة في تفاصيلها: تنظيم دقيق ملاعب بمواصفات عالمية، حضور جماهيري كثيف، ومستوى فني عال، عكس التطور الكبير الذي بلغت به كرة القدم الإفريقية في السنوات الأخيرة. لم تكن المنتخبات قد جاءت للمشاركة فحسب، بل للحلم بالكأس لإثبات الذات ولتأكيد أن الكرة الإفريقية باتت قوة حقيقية على الساحة العالمية. وبين مباراة وأخرى كانت القصة تكتبه واللحظات الحاسمة تصنعه والنجوم تلمع فوق المستطيل الأخضر في بطولة لم تقتصر على المنافسة، بل صنعت ذاكرة جماعية ستظل راسخة في أذهان الجماهير الإفريقية. شهدت البطولة مشاركة نخبة من أقوى المنتخبات في القارة، وهو ما منح المنافسة طابعا خاصا وجعل التوقع بنتائج المباريات أمرا بالغ الصعوبة. فقد حضرت المنتخبات بطموحات متباينة بين من يسعى للتتويج ومن يطمح إلى بلوغ أدوار متقدمة أو فرض اسمه بين الكبار. المنتخبات المرشحة تقليديا للقب دخلت البطولة تحت ضغط كبير، مطالبة بتأكيد مكانتها التاريخية، معتمدة على خبرة لاعبيها واستقرارها الفني. في المقابل ظهرت منتخبات شابة بلا عقدة الخوف، لعبت بروح قتالية عالية ونجحت في إرباك حسابات العديد من المنافسين. تنوعت الأساليب التكتيكية بين الانضباط الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة، وبين الاستحواذ وبناء اللعب الهادئ، إضافة إلى الاعتماد على المهارات الفردية في صنع الفارق. هذا التنوع زاد من ثراء البطولة وجعل كل مواجهة مختلفة عن الأخرى. ومع تقدم المنافسة بدأت تبرز المنتخبات القادرة على الذهاب بعيدة، تلك التي أظهرت شخصية قوية وقدرة على التعامل مع الضغط واستغلال اللحظات الحاسمة. في بطولة أكدت أن اللقب بات مفتوحا على جميع الاحتمالات. البداية الحقيقية للصراع مثل دار المجموعات، المرحلة المفصلية الأولى في البطولة، حيث اتضحت ملامح الفرق الجاهزة للمنافسة الحقيقية. فقد كان هذا الدور اختبارا حاسما للجاهزية البدنية والفنية، ومدى قدرة المنتخبات على التأقلم مع ضغط المباريات. منذ الجولة الأولى ظهرت الندية والتقارب الكبير في المستويات، حيث لم تكن الانتصارات سهلة وحسمت العديد من المباريات في دقائقها الأخيرة. امتلأت المدرجات بالجماهير وارتفعت وتيرة الحماس ليصبح كل لقاء معركة كروية حقيقية. بعض المنتخبات فرضت نفسها مبكرة، محققة نتائج إيجابية منحتها الثقة والتحكم في مسار مجموعاتها، بينما عانت منتخبات أخرى من بدايات متعثرة قبل أن تنجح في العودة خلال الجولات الأخيرة وتنتزع بطاقات التأهل في سيناريوهات مشوقة. شهد هذا الدور بروز لاعبين تألقوا بأدائهم، سواء بتسجيل الأهداف الحاسمة أو بقيادتهم لزملائهم داخل الملعب ليصبحوا حديث الشارع الرياضي والإعلام. كما تميزت المباريات بتنوع تكتيكي كبير أضفى على البطولة متعة إضافية. ومع إسدال الستار على دور المجموعات غادرت بعض المنتخبات البطولة مرفوعة الرأس، بينما استعادت المنتخبات المتأهلة لدخول الأدوار الإقصائية حيث لا مجال للأخطاء، وتحسم المباريات بتفاصيل دقيقة ويصنع فيها الأبطال الحقيقيون